الموت خطفه بدري ومصر كلها زعلت عليه. من هو؟ مصطفى كامل. تعالوا نفتح كتاب التاريخ ونرجع لسنة 1874، بالتحديد يوم 14 أغسطس. مصطفى كامل اتولد سنة 1874 في حي الخليفة في القاهرة، في بيت بسيط. أبوه كان ضابط مهندس وكان عنده 6 إخوات، وكان مصطفى أصغر واحد فيهم. أبوه كان مهتم جدا بتعليم أولاده، فخلى مصطفى وهو عنده 5 سنين يتعلم القراية والكتابة وحفظ القرآن. دخل مصطفى مدرسة أم عباس الابتدائية، وبعد كده مدرسة السيدة زينب، وكان دايما متفوق في التاريخ والرياضة. خلص المدرسة دي سنة 1887، وبعدها دخل على مدرسة الخديوية الثانوية، وفضل يدرس لحد ما خلص سنة 1891، وكان مخلص بتقدير متفوق. وفي المدرسة كان بدأ يتعرف على الأفكار الوطنية، وعمل جمعيات أدبية وطنية، وكتب في جريدة المؤيد. كان بيروح لمكتب ناظر المعارف علي باشا مبارك، وكان دايما بيناقشه، وكان علي باشا مبارك طول الوقت متوقع له مستقبل باهر. في المدرسة الثانوية بدأ مصطفى كامل يظهر اتجاهه الوطني، فأسس جمعية وطنية أدبية مع شوية من أصدقائه، كل ده وهو عنده بس 16 سنة. سنة 1892 دخل مصطفى كامل مدرسة الحقوق الفرنسية علشان يتعلم أكتر عن حقوق الناس والأمم، وكان شايف إن ده هيساعده يعرف أكتر عن الخطابة والفنون. وكان وسط زملائه معروف إنه الفتى الثوري اللي عنده مبادئ وقيم ما بتتغيرش. فضل مصطفى كامل يدرس في المدرستين مع بعض علشان يتعلم اللغة الفرنسية. كمان قدر إن هو يتعرف على أعضاء مجلس شورى القوانين. عمل مجلة اسمها المدرسة، وهو كان محررها، وكانت أغلب موضوعاتها بتتكلم عن الكفاح الوطني والمقاومة ضد الاحتلال. ابتدى بعد كده يكتب مقالات في صحف مشهورة زي المؤيد والأهرام، وكان بيخصص مقالاته كلها عن الثورة على الاحتلال البريطاني. في نوفمبر 1894 أخذ مصطفى كامل ليسانس الحقوق من جامعة تولوز الفرنسية، وكانت الجامعة سامحاله إنه يلخص سنين الدراسة بمنتهى السرعة علشان ياخد الشهادة وهو عنده 20 سنة. وفي ديسمبر 1894 رجع مصر وهو معاه علم وثقافة جديدة، وبدأ إنه يدرس كتب عن تاريخ المسألة المصرية وسياسة الأمم. بدأ مصطفى كامل يجاهد بشكل عملي لما اعترض على اللورد كرومر اللي أنشأ محكمة خاصة لمحاكمة الأهالي اللي بيعترضوا على ضباط الاحتلال البريطاني. في مايو 1895 سافر مصطفى كامل على فرنسا علشان ينشر تفاصيل القضية المصرية هناك، وكتب في الصحف وعمل خطابات ومحافل عامة. وبعد كده اتجه للنمسا، وبعدها رجع لباريس مرة تانية، وهناك اتعرف على مدام جولييت آدم، واللي كانت من أبرز المناصرين لقضية مصر في الخارج. سنة 1896 سافر مصطفى كامل لبريطانيا علشان يوجه دعوته ضد الاحتلال، وكتب للزعماء السياسيين وطلب منهم دعم قضية مصر. ومع ذلك الإنجليز في مصر انتقموا منه وبدأوا يسيئوا معاملته، فكان أخوه علي بيك كامل في الجيش المصري، وعلشان ينتقموا منه أساءوا ليه لدرجة أنه اضطر أنه يستقيل. لكن مصطفى كامل استعان بالخديوي عباس حلمي الثاني اللي اتدخل وأعفى عن أخوه. في سنة 1897 سافر مصطفى كامل لدعوة الشعوب الأوروبية للثورة ضد الاحتلال البريطاني، وهنا زادت حركة المقاومة. سنة 1899 بعد ما فرضت بريطانيا اتفاقية مع الحكومة المصرية على السودان، في 2 يناير 1900 أصدر مصطفى كامل جريدة اللواء، وبدأت تقرأ في مصر وكل العواصم العربية، ووصلت للهند والصين كمان. وأصدر مصطفى كامل مع جريدة اللواء جريدتين تانيين، جريدة اللواء الإنجليزية وجريدة اللواء الفرنسية. سنة 1904 نال مصطفى كامل رتبة البشوية، لكن علاقته بالخديوي عباس حلمي الثاني ساءت بعد ما الخديوي وقف في صف الإنجليز. القشة التي قطمت ظهر البعير. حادثة دونشواي 13 يونيو 1906 كتب مصطفى كامل مقال في الصحف الأجنبية عن المجزرة،
وكانت المقالة ليها تأثير كبير جدا في الصحافة البريطانية. في 14 يوليو 1906 سافر مصطفى كامل لإنجلترا ورفع صوت مصر في لندن، واتصل بالسياسيين والجاليات الشرقية. كانت جهوده سبب رئيسي في استقالة اللورد كرومر. وفي تاريخ لا ينسى 22 أكتوبر 1907 أعلن مصطفى كامل عن تأسيس الحزب الوطني في خطبة وداع ألقاها في نفس اليوم. وفي 14 سبتمبر 1907 بعث مصطفى كامل خطابا لرئيس وزراء بريطانيا احتجاجا على الاحتلال، وقدر يخلي صحافة العالم كله تنقل الخطاب ده. وكان مصطفى كامل أول واحد يشرك الأقباط في الحركة الوطنية. رغم انشغاله بالقضية الوطنية، مصطفى كامل ألف كتاب زي فتح الأندلس، وكتب عن حياة الأمم والرق عند الرومان، وكتب عن حياة اليابان، وكلها كانت بتدعو الشعب المصري للوعي الوطني. وانتهت حياته في 1908 وهو عنده 34 سنة بس، وكان في الوقت ده في عز مجده بعد ما قضى حياته في الجهاد من أجل مصر. اكتبولي في الكومنتات عايزين تعرفوا حكايات مين من الأساطير التاريخية، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك.